الاكسبريشن بتاع سترونج اندبندنت وومن ده هو اختراع رأس مالي بجدارة. ليه اختراع رأس مالي بجدارة؟ لأن لو رجعنا بالزمن شوية من بداية الثورة الصناعية، وبدأت يبقى في مصانع وعايزين عمالة، وفي نفس الوقت كان في حرب ورجالة كلهم في الحرب، فاكتشفوا إن الستات ممكن يشتغلوا مكان الرجالة، مش بس بشكل أحسن، لا وبياخدوا أجر أقل. فضلت الستات كده شايلة الليلة وشايلة الموضوع ده لحد ما الحرب انتهت والرجالة رجعت. الرأسمالية بقى مش تعوض الست وتقول لها شكرا ان انت ساهمتي معانا في حل المشكلة اثناء حرب وغياب الرجالة خالص. الست قالت الرأسمالية سوري، قالت ليه؟ طب ما اكتشفنا ان الست بتشتغل حلوة قوي وبتاخد اجر اقل. فبدأ يخرج بقى مفهوم زي ده: خليكي سترونج، خليكي اندبندنت، خليكي مش محتاجة حد، خليكي. وده شيء جميل، انا مش بقول ان الست ترجع لورا او الست تتخلى عن الكارير او مستقبلها او حياتها، ابدا. انا بقول ان الست محتاجة شوية انها تبقى ست. يعني هي مطلوب منها تبقى ام ناجحة، زوجة ناجحة، امرأة ناجحة، عاملة ناجحة. كل الحاجات دي بتشتتها بشكل كبير جدا، والاختيار صعب بين انك انت تختاري بيتك بس ولا شغلك بس. والحقيقة ان المجتمع دلوقتي قاسي جدا مع المرأة، في ان اللي هي بتختار بيتها بس وحياتها، لا دي الست متنازلة عن شخصيتها وضعيفة وملهاش كارير وملهاش كيان. الست اللي مركزة في شغلها قوي، لا دي مسترجلة، ده ما يهمهاش بيتها، ده فاشلة في حياتها، ده فاشلة في ولادها. طيب الست اللي بتحاول توازن بقى، هي بتبقى نص نجاح هنا ونص نجاح هنا، دي بتبقى زي اللي رقصوا على السلم بصراحة، محدش بيشوفها، ولا بتنجح تماما في الشغل ولا في البيت. المطلوب ان الست ترجع شوية انها تكون ست، ترجع تشوف نفسها، يبقى عندها وقت لحياتها، تقرأ، تخرج، وفي نفس الوقت تهتم بأسرتها